السلام عليكم متابعينا، جوسبيغ تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نحاول نجاوب على جميع التساؤلات اللي جات انطلاقا من الفيديو اللي شرحت لكم فيه كيفاش تدخل الطلبية في اوزون اكسبريس. المهم غيكونوا معلومات بخصوص شركة التوصيل ديال اوزون اكسبريس بالمغرب. المهم ندوزو اوزون اكسبريس. هذه الواجهة الرئيسية. إلا هبطتي لتحت غادي تلقى الهاتف ديالهم والجيميل إلا بغيتي تتواصل معاهم. بالنسبة للأسعار، كاين اللي كيسول على الأسعار شحال تقريبا. الأسعار كتراوح بين 35 درهم حتى 45 درهم، يعني أقصى حد ديال التوصيل في المغرب كامل هو 45 درهم. وبالنسبة الروتور راه فابور، وكاين عندهم حتى الراماساج، ولكن الراماساج كاين غير في مدن قليلة. بالنسبة للتخزين متوفر ليهم توصيل باينة، تتبع عبر التطبيق. يعني إلى من تفتح الحساب راك تتبع لي زوردر ديالك غير من التطبيق، دفع ديال الاستلام، استرجاع الأموال. المهم هادو هما الخدمات ديال شركة أوزون إكسبريس، شركة في التجارة الإلكترونية. إلى توجهنا للحساب ديالنا في أوزون إكسبريس غادي يطلع معنا الواجهة هي هادي. بالنسبة للطلبية راه كنت شرحتها كيفاش دير ريكلاماسيون، حتى هي شرحتها. نشوف الأسئلة ديالكم. واحد السيد سول على شحال باش كيصيفطوا الفلوس، على شحال أو المدة باش كيوصلوك فلوسك. المهم من كتوصل الطلبية لعند مولاها كيخلصهم، تيقتطعوا منا تمن التوصيل و تيشدوا الباقي تيدوزوه لك الحساب ديالك. تتعطل واحد شوية الفاكتورة، وبالنسبة بعض المرات ما تطلعش لك في الحساب ديالك ديك الساعة، يعني راه هما تيدوزوها لك. المهم فلوسك راه يتوصل الزبون تيخلص تيحيدو تمن التوصيل وتيصيفطو لك سميتو تيصيفطو لك فلوس ديالك البنك ديالك. واحد السؤال اخر تاني قال لك كيفاش نتوصل بالفلوس الكوموند. كيفاش توصل بالفلوس كوموند؟ راه انطلاقا من يلا باغي دير هاد التسجيل الانسكريبسيون، عمرتي المعلومات ديالك، صورتي لاكارت، عمرتي المعلومات البنكية. يعني راك في الاول درتي المعلومات البنكية. تقدر تكون غلطتي فيهم، الا غلطتي فيهم تتورك هنايا على البروفيل تدير مون كونت حسابي، ولا تما تيعطيوك تبدل الريب وداكشي. ندوزو للسؤال الثالث. واحد السيد يسول عافاك، انا في المعلومات درت المدينة والعنوان، ولكن فاش كملت التسجيل ودخلت الحساب ديالي لقيت الادريس والمدينة بجوج فيهم عنوان المنزل وصافي. كيفاش نبدلها وندير اسم المدينة؟ انطلاقا من هاد من حسابي او السيتينغ، غادي تدخل للحساب ديالك في اوزون اكسبريس، غادي تكليك على البروفايل ديالك فين داير، وتبارك على مون كونت او السيتينغ. ندوزو للسؤال الثاني. كيفاش نربط الموقع بالكونت بانكير ديالي؟ راه حنا قلنا لكم الخوت انه في الانسكريبسيون هيا تدير المعلومات وداكشي والبنك صافي تيدوز عندك الفلوس. هما راه ما تيخليوكش دير تسجيل قبل ما دير المعلومات البنكية ديالك. المهم كتذكير، سميتو كولي كديفها هنايا تتخرج البون ديال ليفغيزون من هنا، ولا تدي معاك تيكي تتخرج البون عفوا تعطيوك تخرج التيكي ولا البون. خاصك تخرج التيكي باش ديه معاك تلصقو في كرطونة في الطلبية.
وهنا دوموند راماساج. إلا كانت في المدينة ديالك كاين راماساج، يعني السيد اللي مكلف مثلا هاد الراماساج كيعني مثلا أنا عندي تنبيع، أنا تنبيع غادي سميتو غادي نطلب الراماساج باش عوض نهز الكوليات ونديهم لاجونس. الليفرور هو اللي غيجي عندي وغيدي الكوليات. هذا هو الراماساج. مكاينش في المدن كاملين، جوبونس كازا راها فيها. الريكلاماسيون، ريكلاماسيون من هنايا بغيت دير شكاية، أو فين قلتلك هادي تتبط لتحت كاع وكتسيب النمرة ديالهم والجيميل إلا بغيت تواصل معاهم. جوبونس أنا أفضل أنك تواصل معاهم برقم الهاتف، حيتاش سميتو حيتاش إلا درتي لنا ريكلاماسيون بزاف ديال الناس يديرو ريكلام يقدرو ما يجاوبوكش ما يردوش عليك. المهم إلا كان عندكم شي سؤال آخر على أوزون إكسبريس شريكك في التجارة الإلكترونية، مرحبا. وإلا وصلتوا هنا ما تنساوش تخليو لنا أبوني وبارطاجي الفيديو مع صحابك لتعم الفائدة. وتحياتي.